أول ما تخلص علبة زبدة الفول السوداني اعتبروها فرصة نعمل بيها أحلى دريسنج. أنا بحط عليه فصين من الثوم المهروس، زيت زيتون، شوية من الخل البلسمك أو الصويا صوص، عصير ليمون، عسل أبيض أو سكر بني، ملح وفلفل وبس. هنرج ده كويس كده، الصوص بقى جاهز عندنا، نستخدمه مرة أو أكتر كمان. تعالوا بقى نعمل واحدة من أكتر السلطات اللي أنا بحبها، بس انتوا ممكن طبعا تستخدموا كل المتاح عندكم. أنا حطيت خس وجرجير، خيار، طماطم، فاصوليا حمرا مسلوقة أو ذرة مسلوقة، وقطعت بصل رفيع جدا، وكمان سلقت شوية من الكينوا. كده هنقلب بقى كل المكونات مع بعض، والدريسنج بتاعنا اللي احنا حضرناه كنت شايلاه في التلاجة شوية هنحطه بقى على السلطة ونقلب، وكده السلطة بقت جاهزة. ممكن ناكلها كده أو نضيف لها تونة أو سموكت سالمون زي ما أنا حطيت. السالمون طبعا والتونة بيحطوا لها يعني تاتش كده رهيب. أحلى سلطة هتدوقوها وأحلى دريسنج هتحبوه، وهتتمنوا قد إيه زبدة الفول السوداني تخلص كل شوية عشان تعملوا الصوص ده. أتمنى تكون الفكرة عجبتكم، جربوها وبالهنا والشفا.